بيدوك اخد مخدر يعني عشان افضل مكمل. لحظة وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر والزمالك السابق، اللحظات الأخيرة في حياته وسبب الوفاة ورد فعل أمه. الزعل كان السبب في موته، وحصل له خلل كهربي خبيث في القلب أدى للوفاة. تفاصيل صادمة في أخبار وفاة اللاعب الخلوق أحمد رفعت. حالته دهورت النهاردة، وكلموا هيثم عرابي وقالوا له النهاردة إن حالة أحمد سيئة جدا، وخدوه وراحوا على إحدى المستشفيات القريبة من التجمع الخامس. وبعدها تم محاولة إنعاشه من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 6 إلا ربع أو 5 ونص تقريبا، لكن الروح صعدت لخالقها. أحمد رفعت لما وقع في الملعب وقلبه وقف ساعة ورجع يعيش وعاش بعدها حوالي 4 شهور، طلع في لقاء وقال إن الموضوع ده غيره تماما، وبقى أقرب لربنا وانتظم في الصلاة، وربنا اداله فرصة إن هو يصلح نفسه، وكأن ربنا كان بيديله فرصة يصلح نفسه ويهيئ نفسه ويستعد للقائه. فنسأل الله أن يكون قد غفر له. السبب الوفاة كان مسألة فروق في التوقيت. الدكتور أحمد جمال كشف عن سبب الوفاة، فقال: لاعب في ريعان الشباب يتعرض لضغوط عصبية وهموم كبيرة، يسقط في الملعب بسبب جلطة حادة في الشريان التاجي، ويتم إنعاشه فيما يشبه المعجزة بعد أكثر من ساعة من توقف عضلة القلب، ثم يوضع على جهاز التنفس الصناعي والغسيل الكلوي بعد فشل كلوي حاد وهو شبه فقد الوعي، ثم يعود للحياة مرة أخرى ويفصل عن الأجهزة، ويتم فتح الشريان التاجي المسدود بالبالون وتركيب دعامة، ويغادر المستشفى في كامل وعي ولياقته، وبيطل على الناس وهو فايق جدا مع فايق. ولخص قصته كلها وقال: بص، هي القصة كلها ان قلبي وقف، وده وارد ان هو يحصل في اي وقت. فالموضوع مقلق، يعني انك تبقى قاعد مش عارف ايه ممكن يحصل لك، هتكمل ولا مش هتكمل. ثم في غضون اسبوعين بيحدث انتكاسة، غالبا جلطة اخرى واختلال كهربي حاد وتوقف لعضلة القلب. لحسم الموضوع علميا، فنسبة 2% ل 4% من الحالات ممكن تصاب بجلطة المرة تانية في خلال شهور بعد الجلطة الأولى. رحم الله الكابتن والخلوق جدا أحمد رفعت، اللي رحل على عالمنا عن عمر يناهز 31 سنة. ربنا يلهم أهله الصبر والسلوان، وصبر والدته على فقدانه. موت الشباب بقى فجأة، يا رب الكل يتعظ. نشوفكم على خير في حلقة جديدة.